جيت البيت هنا وكنت مع مراتي. بعد ما جيت باسبوع لقيتها بتقول لي انا حامل. فبعد كده راحت للدكتور النساء الدكتور محمد العزوني الله يرحمه. كنت 5 اشهر و8 ايام. سافرت 31/7/2016 ويوم 20/8/2016 لقيتهم باعتين لي بيقولوا لي مراتك ولدت وجابت بنت. كفيلي في السعوديه راجل محترم، لقيته بيقول لي مراتك ولدت يا مغازي. قلت له اه. قال لي ازاي يا ابني انت ما كملتش 6 شهور. المهم الست بتاعته راحت سالت دكاتره نساء وورت لهم الصوره اللي هم بعتوا لي. انا بعتوا لي صوره بعد ما اتولدت بحوالي بتاع ساعه ولا ساعه ونص. المهم رحت لدكاتره نساء هناك في المملكه العربيه السعوديه وسالتهم ووريتهم الصوره. قالوا لي مستحيل ان يكون ديت بنت 5 اشهر و28 يوم. المهم نزلت من السعوديه تاريخ 22/9 ورحت محكمه بالقاس رفعت قضيه زنا عليها. بعد ما رفعت قضيه الزنا وكيل النيابه استدعى الدكتور محمد العزوني الله يرحمه، لان انا برضك لما جيت هنا رحت لدكاتره نساء كتير قالوا لي يا ابني مستحيل. شافوا الشهاده اللي الدكتور مطلعها اللي بتسجل بها في الصحه وقال لي مستحيل. المهم الدكتور محمد العزوني رجع في المحكمه وشهد ان البنت بنت 9 كامله. قامت واخده 2 غيابي وقامت هربانه وراها عند اخوها في المعصره. ساكنه في السوق القديم في المعصره. المهم طلع الحكم يصالحني 13/12/2016 ب2 سجن عليها بعد ما الدكتور محمد العزون شهد بالحقيقه ان هي بنت 9 اشهر كامله. بعد كده اتوجهت لمحكمه الاسره عشان اقدم لها طلب نفي نسب لها لانها اتسجلت هنا في السعوديه. محكمه بلاس كانت طلبت مني شهاده تحركات، رحت جبت شهاده تحركات من التحرير وقدمتها للمحكمه والتواريخ فيها. رحت محكمه الاسره اقدم طلب نفي نسب وتحليل DNA. محكمه اسره بلاس رفضت لي القضيه بتاريخ 26/12/2016 رغم ان انا مقدم فيها صوره الحكم وجواز السفر وشهاده التحركات ومفيش فايده، رفضوها. بعد ما رفضوها قدمت في الاستئناف العالي في المنصوره طلب تحليل DNA زي البصمه والرصيد. قبلوا الدعوه وحولوني على الطب الشرعي. رحت تبعت امانه الطب الشرعي في بوسطه بالقاس حسب تقدير محكمه الاستئناف العالي بالاسره في المنصوره وتحدد جلسه. رحت 17/10/2019 3 جلسات ورا بعض، كان كل جلسه وبين الثانيه اسبوعين. المهم رحت الطب الشرعي وهي ما جاتش. بعتنا لهم الطب الشرعي بعت لها استدعاء امتنعوا الاستلام. المحامي بتاعي اختارها برضك محدش منهم جوه. القضيه طبعا رجعت الاستئناف العالي في المنصوره للاسره. بعد ما رجعت اتأجلت القضيه حوالي 6 مرات. قال لك لازم حضور الطرفين. المحامي بتاعها كان بيبعت عينه صغيره تحضر الجلسات. فلما محكمه الاسره قال لك لازم حضور الطرفين والله العظيم 3 لا المحامي بتاعها ولا اي حد جه منهم. ما حدش منهم جه. المهم فرحت
حدش منهم جه يا فندم. وبعدين المحكمة حطت عليها 500 جنيه غرامة عدم احترامها للقضاء، برضه ما جاتش. فرحت المحكمة بتاريخ 19/10/2016. المستشار قام قال لك برضك ما جاتش، قالوا لهم برضك ما جاتش، رغم ان انا كنت بحضر كل الجلسات قسما بالله. المهم رحت المحكمة، كانت اخر جلسة بقى 19/10/2019. المستشار قام قال برضك داليا ما جاتش، قام ما جاتش. عم اشرح على الدكتور قال لك ترفع للحكم. لما اترفعت للحكم ل 17/11 ورحت اشوف في الدفتر لقيتهم رافضين لي القضيه.